السلام عليكم ورحمة الله. أنا هعمل أكلة سريعة، يعني سهلة وسريعة، اللي هو البتنجان الرومي. أنا قطعته كده قطع كده صغننة كده. وهنا بقى ده فلفل رومي، لسه هحط عليه البصل، برضو بصلاية كبيرة حلوة هفرمها واحطها عليه. وبعدين هنعمل القوطة برضو، هخرطها خرط كده وهنحطها هنا. فثواني بقى هكمل القوطة اخرطها وارجع لكم تاني. خرطت القوطة بقى على الفلفل، ده فلفل وده بصلة، عاملة مع البصلة فلفلتين حاميين. فطبعا اللي مش حابب الحامي ما يحطش حامي. فكده دي هتبقى اسهل اكلة واسرع اكلة واكلة اقتصادية جدا يعني. بس كده هولع بقى عليها النار كده لما تستوي شوية. وبعدين هنا البتنجان طبعا انا مقطعاه قطع كده وعاملاه بالملح، بسيبه كده بتاع ساعة ولا حاجة، وبعدين اخده اقليه بقى على النار. فهولع على ده بقى وارجع لكم تاني بعد ما يستوي شوية. تاني بقى بعد ما البتنجان قليته وحطيته فيه، هيتقلب تقليبة كده وتبقى خلاص. على كده يبقى احلى اكلة بقى، تبقى سهلة وحلوة قوي يعني للي مستعجل عايز يعمل حاجة سريعة. اهو هيبقى كده اهو. وبعد كده هنقلبه بقى في طبق اهو كده اهو، تقليبه خفيفه كده وهيتقلب بقى ويبقى قدامكم بقى بالمنظر ده كده. هيبقى اخر حلاوه كده اهو زي ما انتم شايفين كده، وتبقى اكله سريعه كده وحلوه. واحب اشكر كل اللي متابعيني، واقول لكم ربنا يخليكم ويديكم الصحه والعافيه، وكل سنه وانتم طيبين. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.